عايشة ما يشوف واحد صاحبي ما تعرفش. تعرف الوش ده روين اتكنسون، او يعني خلينا نقول مستر بين زي ما كلنا عارفينه بالاسم ده. الراجل ده كان عنده مشكله من صغره وهي التلعثم، يعني كان بيتلجلج لما بيتكلم، وده خلاه يتعرض للتنمر كتير جدا في المدرسه. روين كان حلمه يكون ممثل. لما بدا يمثل في اوكسفورد ناس كتير جدا رفضوه عشان نفس المشكله. لكن بدل ما يستسلم، روين شاف في الرفض ده فرصه يجرب حاجه جديده. فكر يعمل شخصيه ما بتتكلمش كتير، بيعتمد على حركات وشه وجسمه بس. وهنا جت فكرة مستر بين. في 1990 أول حلقة لمستر بين نزلت، وفي سنين قليلة جدا بقى في 190 بلد حول العالم. تخيلوا، من واحد عنده تلعثم لواحد بيصنع ضحكة بتلف العالم كله، عشان يجسد مقولة توماس إديسون في الحتة دي لما قال أنا لم أفشل بل وجدت 10,000 طريقة لا تعمل. السؤال هنا، ليه روين نجح؟ هل عشان بس موهبته اللي مفيش فيها شك؟ أكيد لأ، العلم ليه وجهة نظر أعمق في الحتة دي. زي ما قالت الدكتورة كارول دوت في دراستها سنة 2006، إن الناس اللي بيشوفوا الفشل فرصة للنجاح بينجحوا بنسبة 30% أكتر. وقالت برضو دكتورة أنجيلا دكورف سنة 2019 إن المثابرة بتزيد فرص النجاح بنسبة 25% أكتر. روين كان ذكي جدا ومثابر لما حول تلعثمه ده لكوميديا صامتة، اللي بالمناسبة تعرف ان هم في 2014 في دراسة اثبتوا ان الكوميديا البصرية زي مستر بين بتجذب الناس بنسبة 30% اكتر من الكوميديا المبنية على الكلام. اللي عايز اقوله دي مش قصة مستر بين، دي ممكن تكون قصتي وقصتك. نظرتنا احنا نفسنا للصورة ممكن تغير حاجات كتير. ما تخليش نظرتك لنفسك تحكم عليك. عايزك تقولي في الكومنتات لو مريت بحاجة شبه كده او حاجة تانية معينة ممكن نتكلم عنها. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم المرة الجاية. سلام.